دومفريس الهولندي صاحب ال 29 سنه في عقده شرط جزائي حتى 15/7 بقيمه 15 مليون يورو، رقم قليل جدا مقارنه بموهبه دومفريس، وظل اهتمام كبير من برشلونه فليك اللي رغم وجود كوندي في المركز ده، بس كوندي ممكن يلعب عادي جدا كقلب دفاع، هيكون عنصر مهم جدا وتدعيم قوي لبرشلونه، ودخل في القصه بيب جوارديولا طبعا في الاوفر اللي موجود دلوقتي على الساحه. اما نيكو ويليامز قراره مبني على العاطفه، هو ذات نفسه قالها ده قرار من القلب، حتى لو كنت من ناشئين الاتليتيكو ويليامز وبرشلونه في ازمه تخص الرواتب وتسجيل اللاعبين، بس اظن بيسلكوا حاجه كده بطوله جمبر بشويه تذاكر لكبار الزوار يجيبوا 100 مليون يورو وبتدخل في اللعب المالي النظيف، وقتها كان ممكن ويليامز يتسجل. بس ويليامز مش بس رفض البارسا، ده مدد 8 سنين وعدل شرط الجزائي من 58 ل 37 مليون يورو، يعني في النهايه اتلتيكو وين. كلام دلوقتي على دياز، بس خدها مني توقع راشفورد الاقرب، مش لانه الخطه بي، لا عشان هو الخطه سي، وصعب جدا الخطه بي اللي هو دياز يكون بره الليفر. امورين ما عندوش اي مانع في بيع راشفورد بعد لما كونها لبس رقم 10، حتى لو راشفورد بقى في عقده 3 سنين وياخد معاه سانشو وانطونيو ومالاسيا وجرناتشو بره الاولد ترافورد. واليونايتد حاطط بلان واضح، واتكنز بديل لهويلاند اللي احتمال كبير يكون في الانتر، او نكونكو والاقرب الكاميروني موبيومو.